هخسسك من غير رجيم. تعالي يلا النهارده هنعمل وصفة للتخسيس من غير أي مجهود ولا رجيم ولا أي حاجة. وزنك 100 كيلو وكمان فوق ال 150 كيلو، عندك كرش عندك دهون، يبقى لازم تشوفي الوصفة دي. وصفة فعالة من أول يوم. أنا طبعا ما بعملش معاكم الوصفة يا جماعة غير لما أكون متأكدة منها، وكمان كذا حد عملها قدامي واتأكدت منها. يلا بينا نسمي الله ولايك للفيديو يا جماعة عشان مهم جدا جدا. اول حاجه معايا في الوصفه ديت معايا ليمونه عاديه غسلتها، وهبدا ان انا اقطعها قطع صغيره وهبدا اضيفها في الطبق بتاعي. طبعا انتوا عارفين الليمون مفيد، بيحرق الدهون، كمان بيعلي مستوى الحرق بدرجه فعاله 100%. حلو جدا جدا، ونقدر نستعمله في اي حاجه نعملها للتخسيس. تاني حاجه معانا، وطبعا مفيده جدا جدا، واي حد او اي دكتور بيبدا ان هو يعمل رجيم لاي حد فبيستعملها معاه. ورق اللوري حلو جدا، من الاعشاب المفيده وفيها حاجات سحريه يا جماعه. نجيب كده حوالي 5 ورقات ونبدا نقطعهم ونحطهم بقى في الوصفه بتاعتنا. عاوزه اقول لكم ان الورق دوت بيعمل لي يعني بيعلي برضو مستوى الحرق جدا جدا، بيخسسك وبينزل الدهون من غير اي مجهود. كمان بيعمل ليونة وبينزل اي ميه موجوده في الجسم. تالت حاجة معانا يا جماعة وهو بطل الحلقة بتاعتنا، هو معلقة من حبة البركة. حبة البركة ديت يعني كمان يعني هم مذكورة في القرآن، يعني حاجة مفيدة جدا جدا، وكمان بتوع الرجيم بيستعملوها، وأي حد عاوز يعمل رجيم بيبدأ إن هو يستعملها. هنضيف منها معلقة صغيرة زي ما انتم شايفين كده. فوائدها عالية جدا جدا، وبتعمل ان هي ايه، بتنزل المية اللي تحت الجلد، يعني بتخليها تنزل المية اللي تحت الجلد. كمان معانا ايه، معانا زعتر. الزعتر العادي اللي بنحطه على الاكل دوت، هو بقى دوت الحبة منه، يعني فيها فوائد حلوة جدا جدا. عاوزه اقول لكم ان طبعا الكميه اللي انا حطيتها ديت كبيره. انت لو هتعملي مثلا يوم بيوم يبقى مش هتعملي الكميه دي خالص، هتحطي كل حاجه حطيتها، يعني ورقه واحده سنه زعتر كده، يعني مش هتحطي الكميه دي كلها. طبعا انا هضيف حوالي كوبايتين ميه وبس، لكن الكميه ديت هضيف عليها بتاع 5 كوبايات من الميه. طبعا ناس كتير عملت وصفة زي ديت وقالت ان ممكن نشربها كده ما تتغليش. لا طبعا ما ينفعش. اي عشب من الاعشاب ديت طبعا ما بيعملش مفعول ولا نتيجة غير لما لازم يتغلي على النار، وكمان بنسيبه يبرد وبنصفيه، يبقى كده جاهز معانا. لانك اقول لكم دلوقتي على كذا طريقه تقدري تستعملي بيها الوصفه ديت. طبعا احنا حاطين فيها ليمون، فبالتالي ان انا مش هقدر اغلي واسيبها كذا يوم عشان الليمون طعمه ما يغيرش، وطبعه يعني يخلي طبعا الحاجه بتاعتي طعمها هيمرر. فاعمل ايه اسماء؟ هتعملي ان انت يعني لو هتستعمليه مجرد يومين وبس، هتستخدمي كده ليمونه وزي ما انا مثلا عامله، وهتعمليها على حوالي مثلا 4 كوبايات. ممكن تشربي كمان كوبايتين في اليوم، يعني مش كوباية واحدة وبس، لا ممكن تشربي كوبايتين في اليوم، يعني كوباية بعد الفطار وكوباية بعد الغداء. عاوزة اقول لكم مجرد ما تشربي الكوباية هتلاقيها لينت معاكي، نزلت اي دهون، اي يعني اي مية تحت الجلد عندك، حلوة جدا جدا. انا احط كده حوالي كوباية زي ما انتم شايفين. يعني لو انت هتستخدمي كوباية، عاوزة تعملي كده يوم بيوم مش عاوزة تركنيه، يبقى هتحطي مثلا بمقدار ربع ليمونه، ورقتين من اللوري، سنه من سنه من الزعتر، وسنه من حبه البركه. لو انت كوبايه واحده هتغليها وتسيبها تبرد وتصفيها، وبعد كده هتشربيها. حلوه جدا جدا لوحدك من غير اي حاجه، هتلاقي نفسك بتخسي. حاولي كده اعمليها ووزن نفسك كده كل اسبوع، وهتلاقي ان انت بعد اسبوع واحد خسيتي يعني حوالي قولي 5 كيلو. حلوه جدا جدا، اعمليها ان شاء الله الوصفه دي هتعجبك. عجبك الفيديو ما تنسيش بقى لايك فيديو، اشتراك في القناه لسه ما اشتركتوش، واسيبكم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.